بينما تزود أوكرانيا خصم روسيا مسلحي الأزواد، تزودهم بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية انتقاما من موسكو وقوات فاغنر. أزواد مجموعة قومية الطوارق ذات الأغلبية في أزواد لها امتدادها داخل 3 ولايات في الجزائر، ذات أغلبية طارقية، وهذا ما يجعل الملف صعبا بالنسبة للجزائر. هذه كردستان أخرى لا أدري، الملف يدار بأمور خاصة. الفاعلين المنخرطين ضد، نقولها صراحة، ضد المصالح الجزائرية في المنطقة، خاصة مع الانقلابات المتكررة والتحرك المريب للمارشال حفتر على الحدود الجزائرية الليبية. الأوكرانيين ربما حضروا من خلال تدريب ومن خلال تنسيق معين، لأن كما أكدت لكم أن اللاعبين الكبار بدأوا يدخلون على الخط. التصعيد الجديد يشكل تحديا أمنيا للقارة وللجزائر خصوصا التي تتقاسم حدودا طويلة مع مالي. كانت الجزائر تحفظ أمنها وحدودها عبر دور الوساطة والسلام بين السلطة في باماكو وحركة أزواد، لكن انهيار اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سابقا غير من هذا الواقع. يفرض الوضع المتوتر على الجزائر البحث عن حلول سواء عبر دبلوماسيتها المباشرة أو من خلال الاتحاد الأفريقي. قد يتعين عليها التنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في مالي، منهم روسيا وربما أيضا تركيا التي تشير تقارير إلى تزويدها الجيش بالمسيرات. بينما تزود أوكرانيا خصم روسيا مسلحي الأزواد، تزودهم بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية انتقاما من موسكو وقوات فاغنر. للبحث في الوضع هناك أرحب بضيفي من الجزائر، أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد سي بشير، ومن واكشوط الباحث المختص في الشأن الأزوادي أحمد حرود. أهلا وسهلا بكما. دكتور محمد سي بشير، أبدأ معك. إلى أي درجة الجزائر قلق من هذه التطورات على حدوده، وهل يعني هناك مساعي جزائرية لاحتواء الأمر؟ مساء الخير سيدي ولمشاهدي سكاي نيوز ولضيفك الكريم من واكشوط. أظن بأنه كما قلتم في بداية الحديث حول الموضوع بأنه المشهد مربك على المستوى الأمني، وطبعا السبب هو على مستويين. المستوى الأول هو الفاعلين المنخرطين ضد، نقولها صراحة، ضد المصالح الجزائرية في المنطقة، خاصة مع الانقلابات المتكررة والتحرك المريب للمارشال حفتر على الحدود الجزائرية الليبية. إذن قلت على المستويين الفاعلين المنخرطين، إضافة إلى طبيعة أو نوعية السلاح الذي غير من موازين القوى. وطبعا هناك مستوى ربما يتبع المستوى السلاح، وهو الفاعل الميليشيا فاغنر الروسية. طبعا هذه الأمور عندما نضعها على الطاولة نجد بأنها طورت الأمور إلى ما لا تريده الجزائر، طورت الأمور إلى ما يقلق، وصولا إلى الحدود الجزائرية الواسعة مع مالي، ووقوع ما وقع من مسيرات يقال بأنها إما تركية أو روسية، انتقاما مما وقع من الأزوات ضد الجنود فاغنر أو ميليشيا فاغنر والجنود الماليين. طبعا الجزائر الآن تحاول أن تدير الملف بطريقة براغماتية. لماذا؟ لأنها تتعامل مع عدة ملفات في منطقة الساحل. طيب. ملف الانسحاب الفرنسي، ملف الفاعلين المنخرطين، إضافة إلى ملف الدول التي كانت مع الجزائر متحالفة لكن الآن انقلبت على المواقف الجزائرية، خاصة النيجر التي حيدتها الجزائر من خلال استقبال الوزير الأول الأسبوع الماضي وتوقيع اتفاقيات وتهدئة الأمور. الآن الجزائر تريد أن تتفرغ إلى الملف المالي، وبخاصة أنه ما تقوله الجزائر تحقق الآن من أنه الاتفاق الجزائر ولعبها دور الوسيط كان هو الذي يحفظ الأمن في هذه المنطقة. طيب دكتور محمد، الانقلاب الأخير في مالي والتحالف مع فاغنر غير من الأمور كثيرا. طيب أستاذ أحمد حرود، ما الذي يحدث مع الأزواد هنا؟ يعني هل الانقلاب ما دفعهم للتحرك بشكل أقوى؟ أيضا يعني هذا ليس الهجوم الأول، في هجوم أيضا سابق وكان في صور قاسية جدا يعني لقوات فاغنر وهي أسيرة أو قتيلة وجريحة، ولكن أيضا قيل بأنه
الأزواد هذه يتعاونون مع تنظيم القاعدة أو حتى تنظيمات أخرى نشرت فيديوهات شبيهة. ما الذي يحدث هناك منذ الانقلاب من جبهة الأزواد؟ السلام عليكم ورحمة الله. مع بداية الانقلاب أعلنت الحكومة المالية تقريبا ألغت اتفاقية الجزائر، اتفاقية المصالحة بين الأزواديين والماليين. هل تسمعني جيدا؟ أسمعك يا أستاذ، تفضل. هل تسمعني جيدا؟ طبعا ألغت اتفاقية الجزائر، اتفاقية أعمار أزواد. جميع الحركات الأزوادية مهمة تقريبا نسقت فيما بينها في إطار جديد، والإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن أزواد. طبعا هذه القيادات، الحركة الوطنية لتحرير أزواد وقيادة بلال آل الشريف، الشخصية المعروفة دوليا، والسيد عباس أغنتال أخو السلطان الحالي لفوكاس، والأمير هنود المهري وغيرهم من القيادات خرطت في عمل عسكري مشترك للدفاع عن أزواد. الحكومة في مالي تعاني من عدة أشياء. تعاني أولا ما بعد الانقلاب من صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية. الرئيس محمي بفاغنر، الرئيس محمي بقوات سادات التركية، ميليشيات سادات التركية، ووزير دفاع محمي بالفاغنر. العملية التي وقعت ربما تشهد لاعبين كبار في أزواد، لأن أزواد قريب ما يفصله عن المياه الأطلسي، الأراضي الموريتانية، وأقرب مدينة موريتانية من ميامي هي مدينة المالي. واستراتيجيا الولايات المتحدة إن لم تكن في الموضوع هي والغرب وفرنسا المنسحبة مؤخرا من قاعدة التساليت لم يكونوا في الموضوع، فإنه يلبي حاجة في أنفسهم، لأنه على الخط الاستراتيجي لهم. طب سيد أحمد حرود، شرحت الموضوع بشكل واضح. طبعا في انسحاب أمريكي فرنسي من القوات هناك بعد الانقلاب، نعم، وفي دخول لقوات سادات هي قوات تركية، وأيضا قوات فاغنر، أيضا قوات روسية، وحتى في محاولات لإقامة قواعد عسكرية ربما لتركيا. هنا بدي أسأل دكتور محمد سي بشير، ألا يقلق الجزائر هذا التواجد العسكري بحجة ما يحدث في مالي؟ يعني الآن تركيا أنشأت قاعدة في النيجر، في مالي، في مناطق أخرى في حدودها الجنوبية هنا، وروسيا أيضا ترسل فاغنر. أليس هذا مقلقا بالنسبة للجزائر، أم أن الجزائر تعتقد أنه هذه قوات حفظ سلام يعني؟ لا طبعا ليست هي قوى حفظ السلام. لماذا؟ لأنها تقوم بعمليات ضد ما كانت تعتبره الجزائر أسس لبناء منظومة سلام في شمال مالي، ومنها اتفاقية 2015 التي حافظت السلام حوالي تقريبا 10 سنوات، ولعبت فيها الجزائر دور الوسيط. إذن قلت في الإجابة الأولى بأن الفاعلين المنخرطين الآن سواء ميليشيا فاغنر أو تركيا أو المعلومات التي ترسلها أوكرانيا من ناحية أخرى إلى المنطقة استراتيجيا، هذه الأمور كلها تربك المشهد الأمني. والجزائر طبعا تحاول أن تدير الموقف بحكمة من خلال المبادرات في الاتحاد الإفريقي ومن خلال مبادرات ثنائية. لكن إلى الآن الجيش المالي الذي صنع الانقلاب مؤخرا يغلق الأبواب ويعتبر بأنه الموقف الجزائري معاد لمالي، وطبعا هذا الأمر هو المقلق إضافة إلى التدفق الكبير للأسلحة. نعم. وكل هذا يذكرنا بأنه هناك ارتباط بين منطقة الساحل وما يجري في الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر مع ليبيا، لأنه 2012 وقع انقلاب في مارس في مالي، مباشرة وقع ما وقع في ليبيا. إذن الأمور في الجيوستراتيجية مرتبطة ومقلقة كثيرا ومربكة للشأن الأمني ولمصالح الجزائر. نعم. إلى نواكشوط أذهب الباحث المتخصص في الشأن الأزوادي سيد أحمد حرود. قلت قبل قليل بأنه ممكن أنه خلط الأوراق هناك والتدهور الأمني قد يلقى شيئا في نفس فرنسا وأمريكا التي اضطرت للمغادرة هناك، لكن لو قلنا أنه ألم يكن الوضع أكثر استقرارا في وجود القواعد الفرنسية والأمريكية؟ لأنه نرى الآن أنه فاغنر تقول أنها أفضل من القوات الأمريكية تواجدا هنا،
أيضا السردية التي تقدمها تركيا أنها تساعد الدول الأفريقية ولا تحتلها مثل ما الاستعمار الفرنسي، يعني في محاولة مقاربة أو مقارنة بين القوات القديمة والجديدة. برأيك هل تغير شيء؟ هل كان أفضل أم هو نفس الصورة بأدوات أخرى؟ لا أتحدث من هذا المنظور عن الأفضلية، بل أتحدث عن فرنسا مدركة للشأن المالي ومستعمر سابق لمالي ولأزوات، وعندها أرشيف مهم عن وانسحابها من قاعدة تساليت. انسحاب الفرنسي من قاعدة تساليت يؤكد أن ما كانت تخشاه فرنسا هو ما وقع لروسيا. روسيا ليس لديها أرشيف أو خبرة في أزوات، ليست لديها أي خبرة في أزوات. الجزائر التي تحدث عنها الأخ هي دولة حدودية مهمة، لكن الملف ملف حساس بالنسبة لها، لأن الروس حليف استراتيجي طبعا، حليف دائم للجزائر، لكن في نفس الوقت الحركات الأزوادية تدعو لانفصال أزواد مجموعات قومية الطوارق ذات الأغلبية في أزواد لها امتدادها داخل 3 ولايات في الجزائر ذات أغلبية طارقية، وهذا ما يجعل الملف صعبا بالنسبة للجزائر. هذه كردستان أخرى لا أدري، الملف يدار بأمور خاصة. الأوكرانيين ربما حضروا من خلال تدريب أو من خلال تنسيق معين، لأن كما أكدت لكم أن اللاعبين الكبار بدأوا يدخلون على الخط. وفرنسا فرنسا هي أقوى دولة استعلامية في المنطقة الاستخباراتية، نظرا لأرشيفها كما تحدثت، نظرا أيضا لعلاقاتها، نظرا تاريخها مع المنطقة. الفاغنر والروس غير ملمين بالمعلومات وليست لديهم تنسيق قوي داخل أزواد، وهذا ما يجعل. وأيضا على الصعيد العسكري لن تكون قوات السلاح مؤهلة لاحتلال الدائم في أزواد نظرا لطبيعة الجغرافيا، فما تعطيه الجغرافيا لقومية السلاح من تفوق على الألمان مثلا في الثلج، أيضا يعطيهم ضعفا أيضا في أزواد نظرا لدرجة الحرارة، فلا يمكن أن يقفوا ضد المقاتلين الأزواديين. هذه الأشياء وأشياء أخرى أضفت بظلالها على الحكومة في مالي. أستاذ أحمد، بس الهزائم المتتالية للجيش المالي والفاغنر أستاذي، الهزيمة الأخيرة في تنزواتين، مقتل 80 جندي من الفاغنر و120 من الجيش المالي، أضفت بظلالها على التركيبة العسكرية داخل المؤسسة العسكرية. استقالة الجنرال عمر ديارة قائد أركان الجيش المالي، الرئيس عاصمي غويتا لم يقبل هذه الاستقالة ورفضها، لأن الجنرال عمر ديارة أكد أن الفاغنر هي من تقود الجيش المالي ولن يعود للقيادة إلا في صلاحيات موسعة، وتكون فاغنر خاضعة له. الرئيس هو أيضا كخط ثالث وكخيار بين وزير الدفاع والرئيس الحالي عاصمي غويتا. وزير الدفاع ذكرت شيء، بس أستاذ أحمد أنت هذا مع فاغنر، هو الرئيس مع قوات سادات التركية، لكن احنا بنعرف أنه فاغنر وسادات التركية في ليبيا ضد بعض، وفي أوكرانيا ضد بعض، في مالي كيف يتفاهم الروس والأتراك معا في حكومة واحدة؟ لو تشرح باختصار. لا، ليس هناك تنسيق، لأن في تنظواتين في منطقة المعارك الأخيرة في تنظواتين لم توفر سادات الغطاء اللازم بالمسيرات للجيش لفاغنر، وهو ما عجل بالهزيمة. طيب، يعني حتى في الداخل في قيادات متمرسة قتاليا، فالقائد الأعلى الآن للجيش الأزوادي هو قائد قوات النخبة الصاعقة في الجنوب الليبي أيام القذافي، محمد دؤاق الناجي. طيب، هذا التدخل يعني في تداخل كبير رهيب. دكتور محمد سي بشير، الجزائر تتحدث مع تركيا، الجزائر حليفها أيضا يعني روسيا، هل تستطيع من خلال هاتين الدولتين ضبط الأمور أو العمل على ضبط الأمور مع مالي في الداخل، أم يعني اختلاف المصالح ربما مقصود هنا بين روسيا وتركيا لأنه في تنافس بينهم في أفريقيا؟ لا، الجزائر الآن تريد أن تذكر الجميع بأنه الضبط الجزائري لشمال مالي وتفاهماتها الإثنية، طبعا هناك تدخلات إثنية أنثروبولوجية وعلاقات مصاهرة كما قال الأخ بن واكشوط بين الأزواد والجنوب الجزائري في 3 ولايات على الأقل. هذه الأمور تعطي للجزائر أحقية في لا أقول التدخل بل الوساطة، وتذكر سواء تركيا أو فاغنر أو الجيش المالي بأنه على الجزائر أن تكون فاعلا منخرطا، وبالتالي
فعملية الضبط الجزائري الآن هي في أن تعيد إلى ذاكرة الجميع سواء تركيا أو الجيش المالي أو فاغنر التابع لروسيا، تذكرهم جميعا بأن إبطال اتفاقية الجزائر هو الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، وبالتالي فما وقع سواء من تدفق الأسلحة أو من وقوع ما وقع مؤخرا، هذا كله ليس ضد مصالح الجزائر بل ضد مصالح الجميع، وعملية الضبط يجب أن تكون توافقية بين الجزائر من جهة والفاعلين الآخرين من جهة أخرى.